وهكذا أيضا مما يدل على فضل العلم وعلى شرفه وعلى علوه على المال أن العلم يبقى معك إن مت وانتقلت إلى الدار الآخرة، وأما المال فإنه يذهب ويزول. العلم باق معك في قبرك، وباق معك إذا انتقلت إلى الحشر حتى يقوم بإيصالك بفضل الله وكرمه إلى جنات الله عز وجل. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فالعلماء ينتفعون بعلمهم، وعلمهم باق معهم حتى يوم القيامة. وأما المال فإنه ينتهي ويزول بموت الإنسان. إذا مات الإنسان ذهب ماله وانتقل ماله إلى غيره. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتبع ابن آدم ثلاثة، إذا مات ابن آدم تبعه ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. ومن أشرف العمل تحصل العلم، وهو أصل العمل وأساس العمل، وبه يصحح العمل، فيبقى العمل الصالح ويبقى العلم النافع. أما أهلك فيرجعون إذا مت، ومالك ينتقل إلى غيرك، ينتقل إلى الورثة. ما الذي يبقى معك؟ هو العلم والعمل. الذي يبقى معك وتنتفع به هو العلم والعمل. فهذا مما يدل على شرف العلم وعلى فضله وعلى رفعته، وأنه أفضل من المال الذي يهلك فيه الناس ويسارع فيه أكثر الناس، إلا من أراد الله سبحانه وتعالى له الخير.